باريس سان جيرمان يسحق ريال مدريد برباعية تاريخية في نصف نهائي كأس العالم للأندية، نتيجة لم يكن يتوقعها أكثر المتشائمين. نعم، 4 أهداف مقابل لا شيء، نتيجة لن تنسى، لكن ليست بسبب قوة باريس فقط، بل بسبب أخطاء قاتلة وقرارات غير مفهومة من تشابي ألونسو، حيث بدأت الكارثة من الدقيقة السادسة عندما سجل فابيان رويز هدفه الأول بعد خطأ كارثي من ماركو أسينسيو. ثم بعد 3 دقائق فقط سجل عثمان ديمبيلي الهدف الثاني بعد خطأ مباشر من روديغير. بهدفين في أول 9 دقائق ضاعت الثقة وتبعثرت المنظومة. وفي الدقيقة 24 عاد فابيان رويز وسجل هدفه الثاني، معلنا انهيار الشوط الأول. أما القاضية فكانت في الدقيقة 87 عن طريق غونزالو راموس، هدف الرابع يعلن الذل الكامل. والسبب؟ تشابي ألونسو، والذي يتحمل كامل المسؤولية رغم الأخطاء الدفاعية، إلا أنه الملام الوحيد برأيي الشخصي لانصياعه للضغط الجماهيري أو أيا كان في إشراك فينيسيوس وتغيير مركز تشواميني للدفاع، وفالفيردي كظهير أيمن بدل إشراك كارفاخال، وأسينسيو المشتت جسديا وذهنيا والذي كان من المفترض إشراك ميليتاو بدلا عنه. ثغرات واضحة جدا أمام إنريكي وأمام فريق منظم مثل باريس. لا أنكر أن الجهة اليمنى بقيادة ديمبيلي وحكيمي مقابل فران غارسيا الذي جعل من نفسه ممسحة لأرضية الملعب لقلة خبرته، وهي الجهة الأكثر ضعفا ووضوحا أمام لويس إنريكي الذي جعل الضغط الكامل على جبهة فران غارسيا وروديغير الذي أعطى ديمبيلي هدية لا ترد أبدا هو واسينسيو، ولذان بسبب خطئهما كأن أول مرة يلعب كرة قدم. تمركزه غير الصحيح وبطء حركته وعدم التركيز أثناء المباراة، حيث قال بيلينغهام هنا لروديغير مر لأردا جولر ولم يفعل. والسبب في الهدف الأول كان فران غارسيا وليس فقط إسينسيو، لأنه لم يضغط من الخلف على دويه، وعدم فسح مجال لروديغير لقطع الكرة منه. لاعب اندفاعي بلا خبرة يحتاج إلى المزيد من التدريب. ووضع بيلينغهام أمام فران غارسيا لتقليل أو كبح خطر ديمبيلي أو حكيمي لا يكفي إطلاقا، وخاصة مع الثغرات الأخرى والتي تحدث عنها العالم بإسره وليس جماهير ريال مدريد فقط. نحتاج إلى صفقة كاريراس وستيلر أو زوبيميندي بأسرع وقت، بالإضافة إلى قلب دفاع جيد. ولكن سؤال حيرني لحد الجنون: لماذا تشابي ألونسو يشرك غونزالو المهاجم بالفطرة والذي قدم أداء رائعا كمهاجم في المباريات السابقة كوسط مهاجم أو صانع لاعب AMF تحت مبابي وفينيسيوس الذي أصبح مهاجما بدلا عنه؟ وفي الجهة المقابلة فينيسيوس المتخاذل والذي سبب إرباكا في الهجوم، ما الداعي لإشراكه؟ لماذا يجلس إبراهيم دياز اللاعب الأكثر جاهزية وموهبة على الدكة؟ وإذا كان لديك كارفاخال وميليتاو، لماذا لا تبدأ بهما؟ حتى في الشوط الثاني بعد الانهيار كجمهور مدريدي نرى أن الخطة المثالية كانت تشكيلة 3-5-2 تكتيكية تمنحنا الصلابة والتوازن. الدفاع روديغير، أسينسيو، ميليتاو الوسط، كارفاخال، فالفيردي، تشواميني، بيلينغهام، فران غارسيا. الهجوم مبابي، غونزالو، أو يكون تشواميني مدافعا بدلا من أسينسيو، ويكون أردا جولر مكان تشواميني لتسهيل الخروج بالكرة. وفي دكة البدلاء إبراهيم دياز، أردا جولر، رودريغو، مودريتش، فينيسيوس. خيارات كثيرة وتبديلات حاسمة، لكن للأسف لم تستثمر. ريال مدريد ليس ناد عادي، هو زعيم أوروبا، هو نادي الملوك. ما حدث ليلة أمس ليس فقط خسارة، بل إهانة لشخصية الفريق. نحن لا نعترض على الخسارة، فهذه كرة قدم، لكن نرفض أن نخسر بسبب سوء قرارات وتغييب نجوم جاهزين وعدم احترام الخصم. هل أنا مخطئ؟ هل هناك شيء لم أفهمه؟ هل تتفقون أن تشابي ألونسو أدار اللقاء بأسوأ شكل؟ أم أن هناك خطة بديلة ترونها أنسب مما اقترحت؟ اكتبوا رأيكم، فنحن الآن لسنا فقط جمهور، نحن قلب هذا النادي، ونحن من يتألم معه قبل أن يصفق له. في النهاية كرة القدم فوز وخسارة، لكن لا نقبل أن نخسر بهذا الشكل. ريال مدريد سيعود، نحن نؤمن بذلك، لكن نحتاج قرارات تعكس هوية الملكي.